مين يا نبيل؟ ده البوابة يا ماما، كان جايب الجرايد. يا ترى فيها حاجة؟ عارفة؟ ده الحاج عبد الغفور فتح مصنع حديد والوزير افتتحه. هو الراجل ده ناوي يعمل ايه ولا ايه؟ اديني جورنان يا نبيل. اتفضل يا ماما. فكرة المصنع دي كانت فكرتي. افضل انت فكر للناس بس كده. امال كنت عاوزاني اعمل ايه؟ افتح مصنع انا كمان؟ انا هتجنن بقى الراجل الجاهل ده يعمل كل الحاجات دي. صحيح يدي الحلق للي بلا ودان. لا يا درية، الحاج عبد الغفور مش جاهل ولا بسيط زي ما انت فاهمة. الحاج عبد الغفور مخه كبير وحياته كلها شغل. ما انت يا اخويا طول عمرك بتشتغل، عملت ايه؟ لا يا ماما، الشغل لوحده مش كفاية. في نوعين من الناس، نوع بيفكر قبل ما يشتغل والنوع التاني بيشتغل وبس. وايه بقى الفرق؟ الفرق ان اللي بيفكروا بيقدروا يستغلوا الفرص اللي قدامهم او بيدوروا على الفرص دي، ومعظم الناس دول بيبقوا من اصحاب العقلية الرأسمالية. وده اللي درستوه في كلية الحقوق. طب لما نشوف، يا ريت تبقى تطبقه على نفسك. للأسف مش كل واحد يقدر يطبق الكلام ده. يعني عايز تقول ان عقلية الحاج عبد الغفور الجاهل احسن من عقلية باباك وعقليتك؟ جايز مش احسن، لكن استعداداته مختلفة. وليه ما تقولش حظ؟ حظ؟ هو احنا كل حاجة نقول حظ؟ الحظ دي كلمة بنقولها لما بنكون مش عارفين اسباب النجاح او الفشل، لكن في النهاية انا بسميه استغلال فرص. انا مش فاهمة حاجة. هديلك مثل بسيط. افرضي انسان عادي اتجوز واحدة غنية، تسمي ايه ده؟ حظ. حظ؟ حظ يا بابا؟ انا بقول غير كده، بقول ان هو فكر وشغل مخه واستغل الفرصة المتاحة قدامه. انا دلوقتي بس فهمتك. فهمت ايه؟ فهمت ان ابنك بيفكر كويس قوي. يعني انا ما فكرتش كويس لما اتجوزتك؟ ده انت لو ما كنتش اتجوزتني ما كنتش هتبقى وزير. قصدك وزير سابق يا درية. حسين موجود؟ ايوه اتفضل. لا متشكر، قولوا له انا هستناه هنا. ازيك يا عبد الوهاب؟ ازيك يا حسين؟ بيقولوا نتيجة الثانوية طلعت، ها عملت ايه؟ سقطت. تاني؟ انا ياما نصحتك ما تخشش ادبي، انت اللي نشفت دماغك، انت طول عمرك شاطر في الرياضة والعلوم. عايزني ادخل ايه يعني؟ حاجات كتير، طب، هندسة، صيدلة. انا مش غاوي طب. خلاص يا اخي كنت تدخل معايا هندسة، مش ده كان حلمك؟ هندسة في الاخر هروح فين؟ اروح اشتغل في الوكالة؟ لا يا بقت وكالة وبس، ده بقى في مصانع كمان. هي الناس النهارده بتتكلم غير عن الحاج عبد الغفور؟ طول عمرهم بيتكلموا عن ابويا، عمرهم ما اتكلموا عني. لانك لسه ما عملتش حاجة، ومش هتعمل حاجة طول ما انت مش عارف انت عاوز ايه. انا عايز حاجات كتير بس مش قادر اختار. لانك خايف. خايف من ايه؟ ايوه خايف. خايف لو نجحت الناس تقول ده ابن الحاج عبد الغفور. ما لسه هيقولوا، ما طول عمرهم بيقولوا. ده انا حتى في المدرسه كانوا بيتجاهلوا اسمي، كانوا بينادوني بعبد الغفور. دي مش مشكلة والدك، دي مشكلتك انت يا عبد الوهاب. جايز. جايز؟ ايه مش مقتنع؟ بقول لك ايه، ما تيجي نروح في اي حته. نروح فين؟ اي مكان يا اخي. جرى ايه يا حاجه؟ رواقي يا اختي، الزعل مش كويس عشان صحتك. طب وربنا دي عين مصابتكم، ما تبخري يا حاجه. حقه عين وصابتنا،
فرة جت في عيالي كلهم، كل عيالي تسقط. بس الحمد لله نظيره نجحت هي وفاطمه بنتي. انا هعمل ايه بنجاح البنات؟ انا كان المهم عندنا الصبي، تاني سنة يسقط فيها، ده غلب ايه ده؟ ده خضير يا ضنايا، يعني امه متعكنن عكننه ما حصلتش، ويقول لي انا مش حاسس يا ماما ان انا نجحت، مش حاسس ان انا نجحت يا ماما، وبيقول لي نفسي بعد الشر ان هو اللي يسقط وعبد الوهاب ابنك هو اللي ينجح. يا اختي الله اكبر، الف بعد الشر عليه، فيه الخير والله. انا بس مش حاسس فيا غير زعل الراجل. طلعت من غير وش، معلش بقى، انا بحبها من غير وش. انا عايزاك تسمعني كويس. خير؟ ابنك خضير من بكره تاخده معاك الوكاله. اشمعنى؟ انت هتخش لي قافيه؟ بكره تاخده معاك الوكاله، عايزاه يبقى قريب من الحاج. يعني الواد ما يكملش علامه ولا ايه؟ في الاجازه بس يا كشري. تعالى يا ابني شوف امك عايزاك تعمل ايه. في ايه يا ماما؟ من بكره هتنزل الوكاله مع ابوه. الوكالة؟ ليه؟ انت تنفذ اللي بقول لك عليه من غير ما تقول لي ليه. مش بس افهم الاول. هتشتغل مع ابوه، مش انت عندك اجازه دلوقتي؟ يعني صايع ما وراكش حاجه، روح السبت. يا ماما الاجازه ديت علشان خاطر استريح فيها، وديكي شفت انا تعبت قد ايه السنه دي. وجد بفايده يا حبيب امك. طيب عاوزه مني ايه دلوقتي؟ عاوزه مصلحتك، انتوا اصلكم مش عارفين اللي في دماغي. فهمينا انت يا ام القريف. بعدين هتفهموا اللي في دماغي. المهم خضير دلوقتي ينزل الوكاله ويفهم كل حاجه فيها. انا مش فاهم انت بترسمي على ايه. تعالى هنا، انت ما بتزورش عمتك ليه؟ انا عايزاك كل كام يوم تروح تزورها. وبعدين عبد الوهاب ده مش يبقى ابن عمتك؟ مش متصاحب عليه ليه؟ انا عايزاك تتصاحب عليه. يا ماما عبد الوهاب عنده اصحابه وانا ما اقدرش اجاريهم، وبعدين احنا حاجه وهم حاجه تانية خالص. فتحية الواد كلامه صح، بس انا عايزاه يروح. بقول لكم ايه، انا هنزل اتهوى شويه. شوف يا اخويا الولد، شوف طالع لك بالحته، مش عارف مصلحته فين. هي ايه الحكايه يا فتحية؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ حس انت رايح فين؟ بقول لك يا ابو بقول لك ايه، ما تيجي نروح بقى. نروح؟ نروح نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ انا اساسا مش عارف انت هتروح كده ازاي يعني. ها ايه؟ مالي؟ انا كويس قوي اهو. كويس قوي فين بس؟ ريحه الهب والبيره اللي طالعه من بقك ده. ما انت مش واخد بالك. بس انا عقبال ما اوصل لغايه البيت ايوه اكون ريحه الهبو ده طارت. ايه هي اللي طارت في ايه؟ طارت استنى يا عواد. ايه يا عبدو مالك؟ انا مش فاهم الواد عبد الوهاب ده حاله متشقلب كده ليه؟ ناقصه حاجه؟ قصرت انا معاه في حاجه؟ انا مخي هيشت. ده عين مصابته. عين ايه بس؟ اوعى الواد ده يكون مش غاوي علام. اذا كان كده يقول، بدل ما يعذب نفسه ويعذبنا معاه. ده ياما عيال بيبقوا اسخن من كده وربنا بينفخ في صورتهم. تصدق بالله ده انت بكره اتفرج عليه، ده هيبقى زي الفل. بكره؟ لا، الواد ده من اوله كده وهو طالع في العوج، اقول له يمين يقول لي شمال، بدليل انه بقاله سنتين في الشهاده مش عارف يطلع منها. اسمعي، اذا كان مش قادر على العلام يقول ويريح نفسه ويريحنا معاه، ويجي بقى يشتغل معايا في الوكاله ولا في المصنع.
جرايه يا عبد، انت عايز تخيب امل الواد ولا ايه؟ انا خايب امل ابني يا فاطمه؟ انا عايزه يتعلم حاجه، يعمل حاجه عشان يبقى بني ادم بحقه حقيقي، لكن الحاله اللي هو فيها دي مش عجباني. الناس تقول ايه؟ طب معلش طول بالك انت بس عليه شويه. اطول بالك اكتر من كده؟ لامتى؟ لما يشيب؟ ده عنده 20 سنه. ولا انت مش عايزه تكبري نفسك؟ انا مش هرد عليه، ده انا بكره ابني ده هيبقى زي الفل ان شاء الله. رايحه فين؟ هشوف ابني قدر عايز يتعشى ولا حاجه. انت ايه اللي منيمك كده؟ عبد الوهاب مالك يا حبيبي؟ انت حاسس بحاجه؟ ولا يرد عليا ولا؟ سيبيني عايز انام. ايه اللي سابيني عايزه انام ده؟ انت ايه اللي منيمك بهدومك كده؟ طب اقلع هدومك الاول. انت كنت فين؟ كنت ب60 دقايق. طب معلش معلش معلش، الحاجات دي بتاعت ربنا. معلش معلش، ما تضايقش نفسك. اقوم احط لك تتعشى؟ ماليش نفس. يعني ايه ماليش نفس؟ هي الدنيا هتبقى صيام كده ولا ايه؟ ده انت تلاقيك كمان ما اتغديتش. انا اروح احط لك تتعشى. سمحتي ارجوكي ارجوكي، مش عايز اكل مش عايز اكل، سيبيني بقى سيبيني في حالي بقى. طب بلاش اكل، نام كده مبحبح، فك زراير القميص عشان مفيش حاجه تطبق على نفسك. يلا قوم. طب سيبيني دلوقتي. ايه؟ في ايه يا فاطمه؟ الواد يا كبدي راجع من بره مقهور على الاخر. هو كان فين؟ ولا اعرف، ده حتى الكلام ما بينطقش. يتفلق. هو مين ده اللي يتفلق؟ مش ابنك ده ولا ايه؟ ايوه يا ابني، عايزين اعمل له ايه يعني؟ عايزين اعمل له ايه؟ احطه على حجري واطبطب عليه واقول له معلش يا حبيبي اسقط تاني؟ يا لهوي على قسوتك وعلى جمودية قلبك. انت اللي دلعتيه، ودلعك ده هو اللي بوظ الدنيا. يا عبدو مش كده، الواد محتاج لك. اللي محتاجني يجيني. طب انا خايفه بقى ابني يعمل في نفسه حاجه. جينا للكلام الفارغ، هيعمل في نفسه ايه؟ يلا يا اختي، يلا نام، يلا ننام، عندنا شغل الصبح. اتفضل يا حاج. ايه؟ بتفكر في ايه يا حاج؟ في حاجه في شغل المصنع مضايقاك ولا حاجه؟ لا، المصنع شغله ماشي عالي عالي الحمد لله. اللي مضايقني حاجه تانية يا فايد. انا ملاحظ كده بقالك كام يوم زي ما تكون مهموم. ايه مالك يا حاج؟ عبد الوهاب ابني، مش عارف اعمل معاه ايه. ثانوية عامة اصلها رزلة ومبوظة اعصاب العيال. انا ليا واحد صاحبي حبيبي قوي، ابنه قعد يسقط سنتين ورا بعض، وفي ثالث سنة نجح، بس ما جابش مجموع يدخله حتة كويسة. قال لك نديها اعادة. ايه؟ وربنا اكرمه ودخل كلية الزراعة. دول العيال الخايبه. في عيال تانية شاطره مطقطقه بتنجح على طول. هو عندك الواد خضير ابن سيد بسم الله ما شاء الله، خدها من اول سنه. ما تزعلش نفسك يا حاج. الله، هو عبد الوهاب محتاج يعني؟ لا 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 فهيم، انا مش عايزه يعتمد عليا.
انا عايزه يعتمد على نفسه. خلاص، من دلوقتي هاته واشتغل معاك هنا، حتى على الاقل يتدرب ويشرب منك. ما هو لو كان عايز كان طلب. انا حاسس ان الواد ده مش غاوي. امال غاوي ايه يعني؟ ده اللي نفسي اعرفه يا فهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا حاج. ازيك يا خضير؟ ايه ناوي تخش كليه ايه؟ التجاره ان شاء الله يا حاج. شاطر. التجاره كلها خير وبركه. لو احتجت اي مشوره ما تتكسفش وتعالى لي. ربنا يخليك لينا يا حاج. السلام عليكم. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله. لا مؤاخذه يا حاج، كنت عشمان في موضوع كده. ايه خير يا سيد؟ والله يا حاج كنت عايز استاذنك بس مكسوف. ما تتكلم يا سيد. هو احنا في بينا وبين بعض كسوف؟ قول عاوز ايه؟ بقول يعني يا حاج، الواد خضير ابني يقف معايا هنا في الوكاله لحد ما يخش الجامعه، عودا ما يدور مع العيال صحابه. وانت عارف يا حاج العيال بيعملوا ايه اليومين دول. وماله؟ زين ما فكرت. ايه بس هيشتغل ايه في الوكاله؟ هيشيل مع الصبيان؟ ما انت عارف الشغل هنا. هو مستعد يعمل اي حاجه يا حاج. القصد انه يطلع بقرشين؟ هو يغطي مصاريفه برضه. طب خلاص، انا هبعته المصنع يشتغل في الحسابات. مبسوط يا سيد؟ ربنا ما يحرمناش منك يا حاج. يا حاج، الشورى دي شورتك ولا شورة امه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مبروك مبروك. يعني قول لي يا ضنايا، عمل لك ما هي كام؟ 20 جنيه في الشهر. 20 جنيه في الشهر بس؟ يا وليه احمد ربنا، هو حد طايل؟ اما جوز اختك ده ايحه جلده، القرش ما بيطلعش من تحت ضرسه. ده بدل ما تقولي كتر خيره. يعني كان هو عمل ايه يا اخويا؟ بس ولا يهمك يا ضنايا، تتعوض. بس انت من هنا ورايح تسمع الكلام اللي هقول لك عليه وتنفذه. عشم ابليس في الجنه. احلامي يا اختي احلامي. مالكش دعوه بابوك، ما تسمعش كلامه، ده لا بيقدم ولا بيأخر. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص يا ماما. احسن لك يا ابني ما تفهمش، اصل امك دي عقلها فوت. هاتي طبقين فاضيين معاكي يا بهير. يا ماما بقى، هو كل حاجه بهيره بهيره. مالكش حق يا عبدو، كان حقك زودت له المهيه شويه. الاجره على قد التعب. ناوليني العيش يا نفيس. حاضر يا ماما. بس ده مش غريب. ده انا ما رضيتش ازودها له عشان ما يحسش انها مساعده. ده سيد غلبان يا عبدو. لا اله الا الله. هو عشان ما ربنا ادانا خلاص اخوك بقى غلبان؟ ليه؟ ما هو بيشتغل وبيقبض مية كويسه. ولا انت فاكره ان انا ظالمه؟ ناوليني اللحمه يا سنيه. حاضر. انا ما قصدتش كده، انا بقول ادام هو هيشتغل معاك كام شهر بس لغايه الكليه ما تفتح، كنت تزودوا المهيه شويه، فلوس تنفعه بعد كده. لو انت فاكره الواد ده زي ابنك، لا ده واد عظمه ناشف وهينفع بكره في الشغل. بلاش تفتحي عينيه على الفلوس عشان الواد ما يخسرش. هي الفلوس بتخسر يا بابا؟ طبعا يا بنتي. عشان كده بابا بيدينا مصروف قليل، خايف علينا. الكتمه يا سنيه، عايزه فلوس تعملي بيها ايه؟ ما انت بتاكلي وتشربي وتتكسي وتحلي كمان، عايزه ايه اكتر من كده؟ يا اخويا بتهزر معاك، لا ما تاخدش على كلام العيال، ده عيال. يا ماما يا ماما، بابا راجل مليونير. في الدنيا واحده بنت مليونير مصروفها 50 جنيه في الشهر. يا بنتي ده في ناس فاتحين بيوتهم بال50 جنيه اللي مش عاجبينك. واحنا مالنا ومال الناس دول يا بابا؟ احنا مش عايشين في الدنيا لوحدينا يا بنتي. خلاص يا بابا، يبقى حضرتك تقسم فلوسك على كل الناس عشان يبقوا اغنياء زيك. ده ولا مال قارون يخلي الناس زي بعض. دي تقسيمه عاملها ربنا سبحانه وتعالى، واكيد ليه حكمه في كده. حبيبي يا بابا، انا بقى محوشه مصروفي كله. جدع يا بنت، طلع لابوكي. بره قطعت، ده ما حدش مغلبني في عيالي كلهم الا هي، اكلمها كلمه ترد عليا 10. ده بلسان ما بفهمش كلامك يا بنت. اصل انا يا ماما ظبطت نيني وهي بتقرا في كتاب الفلسفه بتاع ثانيه. مين نيني دي؟ نيني دي هي النظيره يا بابا. يخيبك بيت، ده انا لسه بمدح فيك. ايه
قلتي عقلك انت الاخرى وسميتي نفسك نيني عشان ناويه تنونوي؟ لا والله يا بابا، دي ثانية هي اللي سمتني نيني، بس انا مرضتش. ايه؟ ايوه يا بابا انا مرضتش، انا عاجبني نظيره مش هغيره ابدا. جدعه بنت جدعه، اوعي في يوم من الايام تقلي عقلك وتغيري اسمك. كفايه علينا نفيسه، انا مش عارف لغايه دلوقتي ناديها بايه. نوفا يا بابا، نوفا، ده سهل قوي، احفظه بقى. يا سلام، والله لو كررتيها قدامي مليون مره ما هعرف انطقها. يفتك ايه يا عبدو؟ طب لما تنده لها تقول لها ايه؟ اقول لها مش هقول لها، هشاور لها. الله يجازيك، مش كفايه نوفا قالت لها تقول لي نيني. عيال اخر زمان. الله يجازيهم. على قد ما بتعب طول النهار، على قد ما برجع بالليل واقعد معاكم ونتعشى سوا بنسى كل حاجه. يا اخويا يا رب ولا يحرمنا منك ولا يحرمك منا، قادر يا كريم. ربنا يخليك يا غاليه. لا الا ما بينكفوني واقعد اناكف فيهم. القعده دي عندي بتبقى بالدنيا كلها، بس بيبقى ناقصها عبد الوهاب. الواد ده بيروح فين كل يوم؟ ليه ما بيرجعش ويقعد يتعشى معانا؟ يا اخويا خليه او بيفك نفسه مع اصحابه. على قد الواد ده ما طالع بالراوي، على قد ما بيوحشني. ساعات ببقى قاعد في الوكالة أو في المصنع ويهف عليا إن أشوفه، وأقول لنفسي يا سلام يا عبد الغفور، لو لقيت ابنك عبد الوهاب داخل عليك من الباب دلوقتي. امال ايه يا عبدو؟ مش ابنك، احنا لينا الا هو. عشان كده يا فاطمة كان نفسي في الأجازة دي يجي يقف معايا في الوكالة زي ما عمل ابن أخوك. معلش بكره ان شاء الله ربنا هيهديه وهيبقى زي الفل. ده حتى ما جاش يشوف المصنع. مش لازم يعرف احنا عندنا ايه؟ بكره هو اللي هيدير الحاجات دي كلها. يا اخويا تف من بقك، الله فلا الله ولا فلا الكلام ايه الصعب ده؟ ان شاء الله ما حد يديره الا انت، ربنا يخليك لينا. في ايه يا سناء؟ عبد الوهاب يا ماما، ما اعرفش ماله. عبد الوهاب؟ عبد الوهاب، عبد الوهاب، ولا انت يا واد؟ واخرتها يعني اما كل يوم ترجع لنا بالمنظر ده؟ انت فاكر اللي بتعمله ده هيريحك؟ انت كده بتغضب ربنا وبتعدم صحتك. رد عليا يا واد، ساكت ليه؟ سيبيني يا ماما، محدش له دعوه بيا. جاتك دعوه في عينك، ده انا امك وليا حق عليك. ده لو ابوك عارف اللي انت فيه ده هيهد البيت على اللي فيه. كفايه بقى يا ماما، كفايه. كفايه في عينك، شكلك يبقى يا واد قدام اخواتك لما يشوفوك بالمنظر ده. تحب اسيب لك البيت انت بتهددني هديك على وشك. اخص عليك وعلى اخلاقك وعلى تربيتك. تسيب البيت ولا تمشي من البيت في 60 داهيه؟ انا خلاص قلبي قفل من ناحيتك، انت نحرتني. اللي يغضب ربنا ما يستاهلش ان الواحد حتى يبص في وشه. ده انت الكلمه الطيبه خساره فيك، الجلابيه اللي بقف اغسلها لك ده خساره فيك، حضن امك يا جماعه خساره فيك. قلبي وربي غضبانين عليك ليوم القيامه، لا تبكي ولا اعرفك. ابنك كان فين؟ كان مع حسين صاحبه في السيما. ولسه مبوز؟ ده يعني مش عايزه يزعل. ما قالكيش هو ناوي على ايه؟
وعبد الوهاب لسه ما صحيش؟ لا يا بابا صحي ودخل الحمام كمان. انت عايزه في حاجه؟ عايز اتكلم معاه شويه. معلش الله ينجيك، سيبه دلوقتي لما يبقى يهدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاكرني؟ فاكرك يا عبد الوهاب. ازيك يا ابني؟ أنا تعبان يا مولانا. المولى يا بني هو الله عز وجل. أنا عايزك تساعدني يا مولانا. وانا عايزك تساعد نفسك. مش عارف. اعرف طريقك يا عبد الوهاب. إزاي؟ دور عليه بنفسك. أنا تايه يا مولانا. اطلب يا ابن الهداية. أنا غلطت. استغفر الله واطلب منه الهداية. يعني راجع بدري. ماما، هو عبد الوهاب ماله؟ يا رب يا رب. ثانية، بيت يا ثانية. ايوه يا ماما. يلا تعالي حضري السفرة، الأكل جاهز جوه. نظيرة، بيت يا نظير. نعم. خشي لاخوك وقولي له الغدا جاهز إذا كان عايز يتغدى. يعني ما لقيتيش غير نظيره؟ ماريلي ونوفا قاعدين فاضيين. وانت يعني اسم الله وراكي ايه؟ انا بقرا يا ماما. بتقري حوش حوش، القرايه مقطعه بعضها. قومي يا بنت بلاش دلع، قوم. يوه، هو ما حدش يعرف يقرا في الهوم ده؟ حد يا هبابه انت جاب سيره الحموم خالص. بقول لك خشي قولي له اذا كان عايز يتغدى. حموم؟ هو ماما ماما ايه السرعه دي؟ قلتي له؟ لا. ليه موصوفه الرقبه؟ لقيته بيصلي. مين ده اللي بيصلي؟ هوبا. لا مش معقول. مش معقوله ليه؟ واحد وربنا هداه عادي يعني. طب انا هقول لثانيه. تقولي ايه؟ تعملي ايه؟ يلا فككي الاطباق دي من بعضها. انت هتعمليها حكايه يفتكركم بتتريقوا عليه وتبقى وعيكم منيله. يا من انت كريم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعنا على طاعتك وحسن عبادتك يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. ايه يا حبيبي، انت مش هتتغدى ولا ايه؟ هاتولي الأكل هنا. ليه يا حبيبي؟ ما تطلع تاكل مع اخواتك احسن. أنا هاكل لوحدي. طيب يا ابني على راحتك. اتفضلي، انت اللي عليكي الدور النهارده. انا مش عارفه احنا ليه مش بنجيب شغاله. انا خلاص ايدي وجعتني من كتر الغسيل. انتوا اللي بروتات مش عايزين تقوموا من مطارح. انا عايزه اعرف يعني ما بتجيبوش شغاله ليه؟ هتكلفكوا كام دي؟ ما تشوحيش بايدك يا بنت. ضربه. ما دخلش انا حد غريب بيتي، ثم ان دول بيوسخوا ما بينضفوش. يا سلام، انا طول النهار واقفه على كعابي، لا ربنا ما يحوجني لحد. هيفتحوا بيوت دول ازاي؟ انا عايزه افهم. ماما. ايوه حبيبي. من فضلك كنت محتاج 10 جنيه. عيني. هتروح فين؟ لا نهارك فل يا سي محفوظ. لا 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 ابو غفور، ولا قول لي زعلان منك ليه؟ كفالة الشر كده يا راجل، ما تباركليش. الف مبروك. خير على ايه؟ مش جبت سمير؟ الف 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 مبروك يا محفوظ، الف مبروك. من القديمه بقى ولا من الجديده؟ لا لا لا، القديمه خلاص راحت عليها. ايه؟ طلقتها؟ لا، طلعتها معاش. صدقني يا محفوظ، دي ست اصيله مش هتلاقي زيها. الشباب يا ابو غفور يا اخويا، اسمع كلامي بس وجرب. لا يا عم، فاطمه دي نعمه ربنا يحفظها لي. وازاي ولادك؟ ابنك عامل ايه؟ اهو ربنا هداه. مش قلت لك ابقى طول بالك عليه؟ وهو فين دلوقتي؟ قاعد في اوضته. وما دام ربنا هداه ما جاش يتعشى معانا ليه؟ ولا مستكبر؟ يو، ما تسيبه على راحته. مفيش حاجه تعباني في الدنيا قد الواد ده. يا عبدو، ده عبد الوهاب ده كويس وزي الفل، بس انت اللي ما انتش فاهمه. مش فاهمه يعني ايه؟ هو حزب برمة؟ وما عاوز افهمه اعمل ايه؟ افتح له المندل؟ احمد ربنا، ده دلوقتي بقى بيصلي الوقت بوقته. الحمد لله، بس ربنا كمان اوصى ان الواحد يشوف شغله. ما جابلكيش سيره هيعمل ايه؟ هيقعد في المدرسه تاني ولا هيهبب ايه؟ وانا مالها؟ انا ماليش دعوه بالموضوع دي خالص. امال ليكي دعوه بايه؟ عايز يقعد في حضنك وبس. اما اروح اشوف ايه حكايته. عبدو، عشان خاطري اوعى تشد عليه، خده بالمسايسه. الشده ما بقتش تنفع معاه دلوقتي يا فاطمه. يا ريتني كنت خدته بالشده زمان، ما كانش بقى ده حاله. انت بتذاكر؟ هي المدارس لسه فتحت؟ لا، ده انا كنت بقرا في كتاب دين. ربنا يفتح عليك يا ابني. ايه؟ قول لي نويت على ايه؟ بخصوص ايه؟ روح. بخصوص المدرسة، نويت تكمل ولا مالكش غرض؟ يا ابني انا مش عايز اجبرك على حاجة ومش عايز افرض عليك حاجة. انا عايزك تختار الشيء اللي انت ترتاح فيه. يعني انا لما اشتغلت شغلانتي ما اخترتهاش لاني ما كانش فيه قدامي غيرها. لكن صدقني يا ابني، لو ما كنتش ارتحت فيها كنت هدور على غيرها. واهو الحمد لله ربنا وفقني واكرمني. انا هكمل. هتكمل ايه؟ هكمل دراستي. هعيدها لك يا ابني تاني، لو مش قادر قول ما تتكسفش.
انت مشيت مشوار كويس في العلام وبترطن بشوية انجليزي. يعني لو شايف ان الحد كده كفاية وليك ميل في حاجة تانية قول. حاجة تانية زي ايه؟ تشتغل معايا في الوكالة وتعرف كل كبيرة وصغيرة عشان تتودك وتقدر تمسك الشغل. لا لا، الوكالة لا. بلاش الوكالة، عندك المصنع في مليون شغلانة. أنا هكمل دراستي. يا ابني روح شقر وبص بصة يمكن تغير رأيك. أنا عايز أكون نفسي الأول ويبقى لي كيان. الكلام ده حلو وبيخش نافوخي، بس يا ابني أنا الفعل عندي أهم من الكلام. شوف، أنا مستعد أصرف عليك في العلام لحد ما تقول لي خلاص خلاص يابا اكتفيت.